أنا كنت مخطوبة من سنتين عن حب، وفترة خطوبتي استمرت ل6 شهور، والخطوبة بعد كده خلاص اتفسخت بسبب مشاكل كتير جدا، سواء من أهلي أو أهله. قرر خطيبي إن هو ينهي الموضوع وسابني. حاولت إن أنا أصلح الموضوع أكتر من مرة، وأقوله إن إحنا لازم نعدي أي مشاكل تواجهنا، بس بلاش تسيبني. قال لي أنا مش قادر وتعبت، وأتمنى لك كل خير، وعمل لي بلوك، ورفض إن هو يكلمني نهائي. هو بعدنا عن بعض سنتين، دلوقتي لقيته إن هو عايز يرجع لي بعد السنتين دول، وبيحكي لي قد إيه هو تعب من غيري، إنه بيحبني. بس للأسف دماغه لسه زي ما هي، ولسه واخد موقف ناحية أهلي زي ما هو. بس الغريبة إن هو جاي يقول لي إن هو عايز يجي يتقدم لي ويلبس دبل ويكتب كاتب كتاب على طول. لحد هنا كل حاجة تمام، بس أنا خايفة، واللي مخوفني ده إن هو مش هيعمل كده قبل ال8 شهور، علشان طبعا لازم يكون جاهز ويحضر نفسه ويقدر يتقدم على جواز على طول. بس هو عايزني طول الفترة دي إن احنا نكون مع بعض ونرجع زي الأول أنا وهو لحد ما يتقدم. وأنا مش عارفة أخد أي قرار في الموضوع ده. إزاي نفضل 8 شهور من غير خطوبة؟ كتير جدا، وخايفة من المشاكل، وخايفة من حاجات كتير. أنا محتارة جدا، ومش عارفة إيه القرار الصح اللي المفروض أخده، أو أتصرف إزاي، أو أوافق على هو اللي بيعمله ده، ولا أعمل إيه.